يا صباح الفل، يا صباح الياسمين، يا صباح الورد على احلى عيون متابعين في الدنيا. النهارده فيديو جديد. نورتيني كده يا ست الكل، نورتيني يا ست البنات. بما ان احنا داخلين على عيد، دي اول حاجة، وبما ان احنا دخلنا على الصيف، دي تاني حاجة. فكان لازم اعمل معاكم فيديو ازاي تبقي فواحة في البيت. الفيديو ده يا جماعة ملوش ده علاقة خالص بالرجالة، يعني بعد اذن كل راجل بياخد داخل الفيديو، بعد اذنكم الفيديو ده ما يخصكوش تماما. الفيديو ده يخص مين؟ يخص ست الستات، يخص ست البنات كلهم. بص بقى يا حبيبة قلبي، دايما النظافة مش من بره بس، دايما النظافة من جوه وبعد كده من بره. زي ما انت شايفة معايا كده، دي الشفرة، دي طبعا انتوا عارفين طبعا بتستخدم طبعا لإزالة الشعر وكده. عايزة اقول لكم ان هي حلوة وسريعة ومنجزة، بس خلي بالك لا قدر الله تتعوري. وزي ما انت شايفة معايا ان ده كان شمع. عايزة اقول لكم الشمع تحفة تحفة تحفة، بس للأماكن اللي فيها العظم عادي، غير كده ما الأماكن الحساسة طبعا يعني مش مستحب. تمام. حبيت أعمل معاكم النهاردة فيديو ازاي تكوني فواحة في البيت، وازاي تهتمي بنفسك يعني بحاجات بسيطة جدا جدا جدا. هنا زي ما انتم شايفين معايا انا بوريكم الورق اللي هو بتاع ازالة الشعر. عايزة اقول لكم ان في انواع كتير، انضف نوع اللي انا لسه موريه لكم دلوقتي. طبعا برحب بحبايبي واخواتي واصحابي اللي دايما كده منوريني. بصوا يا حبايب قلبي، ده بديل لزيت جونسون، تمام، اسمه نونو. عايزه اقول لكم المنتج ده مصري، يعني لكل واحده حابه ان هي تهتم وكده ركزي برضك ان لازم تجيبي الحاجات اللي هي مش مقاطعه. بصوا بقى يا حبايب قلبي، السحر كله والتركه كلها في الازازتين اللي لسه موريه لكم دول. عايزاكي تروحي عند اي حد بتاع برفن، تمام، وتقولي له انا عاوزه زيت عطري، هيديكي ازازه الزيت العطري اللي انا لسه موريالك اللي هي الصفرة دي. بتعملي تركيبه بقى، يعني تختاري الروائح اللي تعجبك. يعني دي انا كنت عامله يعني نوعين على بعض، كانت بكرات روج، تمام. عاوزه اقولك ان انت هتبقي فواحه بحاجات بسيطه جدا، يعني احسن من البيبي لوشن، تمام، واحده من سكين كير والكلام ده كله. عايزه اقولك بعد ما تاخدي الشاور بتاعك اللذوذ الجميل، هتقومي جايبه بقى الزيت العطر اللي انت شايفاه دوت، على زيت جونسون اللي هو زيت نونو دوت قصدي. ده كان مسك الرومان يا بنات. عايزه اقول لكم ريحته خطيره خطيره خطيره، يعني النقط اللي بتنزل دي مش بتنزل في الازازه، دي بتنزل في قلبي من جوه من كتر جماله وحلاوته. طبعا الجو حر، وزي ما انتوا عارفين طبعا الاهتمام بالجسم طبعا، والاهتمام بالنظافه الشخصيه دي حاجه اساسيه لكل ام، لكل بنت، لكل بني ادم عموما. الاهتمام يعني بان انت تهتمي بنفسك مش عيب ولا حرام. ودي كلها منتجات، يعني حاجات بسيطة ممكن تهتمي بنفسك بيها، فاهماني؟ هتفرق معاكي، هتفرق في نفسيتك، هتفرق في النظافة. وطبعا مش هتحطي مثلا بيرفين او مثلا هتحطي مخمرية او تحطي الكلام ده كله ومفيش نظافة، فاهماني؟ طبعا بسلم طبعا على اخواتي وحبايبي اللي دايما كده منوريني ومشرفيني، وكده دايما كده على راسي من فوق. وبفرح جدا 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 باي حد بيكتب لي كومنت، ربنا يا رب يفرحكم زي ما بتفرحوني. بصوا انا قلبت الزيت عشان كلهم يجتمعوا مع بعض. بصوا بقى، ده غسول انا جايباه للبشره المختلطه والبشره الدهنيه، عشان انا اصلا عندي مشاكل في البشره بتاعتي. ودوت الجل بتاعه، كريم الجل بتاعه، عايزه اقول لكم خطير خطير خطير. بصوا بقى يا حبايب قلبي، انا مش من الناس اللي دايما بتحب تعمل مثلا ضوافر او الهارد جel او اي حاجه من الحاجات دي، يعني انا دايما ست عمليه. فحبيت ارجع للطريقه التقليديه بتاعتنا بتاع زمان، وجبت هنا حنه. هتروحي عند بتاع العطار وتقول له عاوزه حجر اسود، تمام، دي ب5 جنيه، دي عايزه اقول لك ده هتقعد عندك سنه. وجبت ازازه اكسجين، هو المفروض ان انا جبت تركيزه 9، بس انا يعني ما خدتش بالي، وخدت بالي وانا بصور معاكم لقيته تركيزه 12، فهو حرقني سيكا، تمام. فانتوا برضك يعني لما تيجي تشتريه ركزي الاول على تركيز يكون 9، تمام. وزي ما انت شايفه كده قلت اعمل برضك حنه. انتوا عارفين طبعا التغيير مطلوب، وانك تهتمي بنفسك دي حاجه مش عيب ولا حاجه حرام. بالعكس، لو انت بنت لازم تهتمي بنفسك، ولو انت زوجة لازم برضك تهتمي بنفسك. الاهتمام بالنفس دوت مش عيب ولا حرام.
زي ما انتم شايفين خلت السنان وقعدت اتعامل بقى. عايزه اقول لكم الغطا دوت بيقعد عندنا سنه، والله انتوا مش متخيلين ان الحجر الاسود دوت يعني بيقعد بالسنين، فاهمني؟ وعلى فكره يعني ما بياخدش 10 دقايق، بس خلي بالك عشان خاطر بيبهدل الدنيا حرفيا لو انت ما خدتيش بالك. يا رب كده النهارده الفيديو يكون خفيف لطيف كده ظريف عليكم، وان شاء الله الفيديو ده يعجبكم باذن الله. عايزاكم بقى ان شاء الله تنتظروا الفيديو الجاي، تنظيفات العيد الكبير. كل سنه وانتم طيبين بقى، عيد اضحى مبارك، يهدى عليكم يا رب كده بخير وعلى امه محمد اجمعين. وكل اللي في نفسه في حاجه ان شاء الله ربنا يحققها له، وان شاء الله السنه الجايه نكون كلنا واقفين على جبل عرفة، اللهم امين. عاوزه اقول لك دايما مش دايما تهتمي مثلا بالميك اب وتهتمي مثلا بالبرفين، لا عايزاكي تهتمي بالحاجات البسيطه. الحاجات البسيطه دي هتفرق معاكي. يعني كمثلا لما تعملي لنفسك مثلا روتين يومي، او تعملي مثلا لبشرتك روتين مثلا اسبوعي، او تعملي جسمك مثلا روتين، تمام؟ اللي هو مثلا ماسكات، كريمات، بيدي لوشن، فاهماني إيه الكلام ده؟ الحاجات دي كلها بتفرق في نفسيتك. انا عايزه اقول لكم لاي ام طبعا طبيعي ان انت لازم يعني بتنسي نفسك، تمام؟ وده طبيعي عشان خاطر المسؤوليات والحاجات اللي وراكي، فربنا يا رب يعينك وكده. بس حاولي تخطفي يوم لنفسك تظبطي بيه نفسك، تروقي على حالك الكلام ده. بص يا حبايب قلبي، دوت مش اعلان والله ولا حاجه، دوت مش شامبو، بلسم، تمام؟ بلسم بالعسل. عايزه اقول لكم خطير 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 للناس اللي شعرها هايش مثلا، او الناس اللي بتحتاج ان يعني شعرها تحسوا ان هو ناشف، فاهماني؟ وعايزه اقول لك المكوه بتبقى تحفه جدا جدا، يعني كل فتره والتانيه حاولي تكوي شعرك او تعملي استشوار، عشان خاطر الصراحه يعني سبحان الله كانها بتفوق البصيله بتاعت شعرك. بس مش بنصحك انت تعمليه باستمرار، يعني ما تعملوش كتير، يعني خليه في المناسبات عشان شعرك ما يبقاش مجهد، فاهماني؟ وطبعا الناس اللي بتعمل الصبغة برضك يعني حاولي ما تصبغيش شعرك كتير، لان الصبغة الصراحة بتدمر الشعر حرفيا. بصوا هنا انا كنت حطيت الزيت على ايدي وكنت بوريكم هو لمعته عاملة ازاي. عايزة اقول لكم حلو جدا 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 بعد ما تاخدي الشاور بتاعك، تاخدي بس بالظبط يعني ايه على الجسم. وطبعا هنا طبعا كنت بوريكم ان انت ازاي تعملي بيديكير بقى للرجل وكده، بس طبعا مش هينفع ان انا اصور معاكم الحته دي، اعذروني يعني وكده، بس اكيد طبعا الحريم كلها فاهماني. جيبي جردل وتحطي فيه ميه سخنه وتنقعي في رجلك، تمام؟ وتحطي الشاور اللي انت حباه، واول ما الجلد يبتدي ان هو يطرى معاكي وكده، هتقومي جايبه بقى اللي هي المبرد دوت، وتقومي بارده الجلد الميت، تمام؟ بعد كده تستخدمي الزيت وتلبسي بقى إيه شراب سيليكون. الشراب السيليكون عارفينه؟ تحفه. هنا انا كنت بقرب معاكم الزيت عامل ازاي. عايزه اقول لكم الزيت الصراحه يعني بسم الله ما شاء الله، التكلفة كلها يعني بتاعت الزيت مش مكلفاني 200 جنيه على بعض. بصوا هنا انا كنت بوريكم التند دوت يا جماعة طبيعي كان ب15 جنيه. بصوا عامل ازاي، يعني انا حطيت نقطة صغننة زي ما انتوا شايفين معايا كده، وعايزه اقول لكم ان هو ثابت جدا. بس طبعا ما تستخدمش الحاجات دي باستمرار عشان برضك بشرتك يعني ما تجهدش،